بنت التفاحة عاملة ايه؟ عايزة تقولي لي ايه؟ سر؟ طيب يا حبيبتي قولي، ده انت سيبك في بير. ايه؟ مطعم؟ والله انا فرحتلك قوي يا حبيبتي. يلا الف مبروك عليكي. طيب اذا كنت هشارككم في الكنز ده ما عنديش مانع، مش هقول لحد. ما تعرفيش مكانه فين الكنز ده؟ اه يا لئيمة مش عايزة تقولي المكان. طيب استني الباب بيخبط. اهلا بالموقوف الكبير، اهلا. ولزومه ايه بس الغلط ده؟ تعالى شوف يا موقوف، تعالى شوف. جوز تفاحة صاحبتي جاب مطعم قد الدنيا، وانت حتى ما بتفتكرش تشتري ب10 جنيه حاجة. مطعم ايه اللي اشتروه دول؟ هم حالتهم حاجة. احنا لازم نشتري مطعم يا اخويا زيهم، بلد التفاحة تبقى احسن مني. ربنا يا ستي يسهل ان شاء الله، والصبح ولا صبح. لا انا هفضل ورا البت تفاحة اما اشوفهم جابوا الفلوس دي منين. عارف يا حاج، احنا لو اشترينا مطعم ده انا هعمل فيه حاجات كتير، هعمل فيه مشروع الوجبات بتاعتي. لا، اوعى تعملي مشاريعك دي، انا مش كل يوم والتاني اجيبك بلاس. طيب يا حاج احنا لازم نشتري مطعم وننجح قبل ما هما ينجحوا. انا هفضل واقفه في الشباك واستنى البت تفاحه، اول ما تنزل اروح نازله وراها على طول. انا هموت واعرف تفاحه جبت الفلوس دي منين. اهي نزلت اهي، اما الحق انزل وراها بسرعه واشوف هي بتروح فين. يا كدابه يا فشاره، بتقولي ان انتوا اشتريتوا مطعم وانت بتمسحي المطعم ده، انا طلعت مغفله. ازيك يا تفاحه يا حبيبتي، عامله ايه والولاد عاملين ايه؟ ايه ده؟ وانت ايه اللي جابك هنا؟ وانت عرفت منين اللي انا هنا؟ ليه يا حبيبتي انا هعرف منين يعني؟ انا كنت ماشيه بالصدفه لقيتك هنا بتمسحي المحل. والنبي اوعي تقولي لحد من صحابنا ان انت شفتيني هنا. عيب عليكي، ده انت سيدك في بير، ده انا هفضحك في الحته كلها، هفضحك. انا اشتريت المطعم بس انا بحب انضف فيه بايدي. يا حبيبتي ما انت قاعده عينك علينا في الراحه وفي الجايه. يعني انا يا ستي كدابه فشاره، بس مالكيش دعوه. بس انا قلت افشر عليكي، كل يوم تقولي لنا انا جوزي جاب لي، جوزي عاد لي، جوزي عمل لي، قلت افشر عليكي شويه وزي ما انت بتفشري علينا. انا كدابه انا امال